السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هنعمل معاكم اكله انا ما عملتهاش قبل كده على القناه. هنعمل محشي الكرنب. هو غالي شويه ولسه طالع، بس هنعمل ايه؟ جبت معايا كرنبايه اهي. هقطعها كده. انت ممكن تفرغها من القلب لو حلتك كبيره، انا ما عندي الحله مش يعني ما اعرفش اتحكم فيها لو حطيتها سليم. فاحنا هنمشي مع بعض واحده واحده، واللي بيتفرج عليا يعمل لايك وشير ويشترك في القناه، اللي ما اشتركش يشترك. اشتراككم هيسعدنا ويكترنا ويشرفنا، والقناة تكبر بيكم. وانا صباح ودي قناتي. بس هي كده، بس طلعت ورقاتها حلوين زي الفل، ما فيهمش غلطة بصراحة يعني. فانا بقطعها كده وبلبسها لبعضها كده، وبحطها في الحلة على اجزاء كده بقى. انا بفرخها بالورقة كده وبقطعهم، بفرحهم من بعضهم وبرصهم جوا بعض عشان اسقطهم في حل في المية السخنة. واللي وصل معايا لحد كده يعمل لايك ويعملوا شير مع اصحابكم. وطول ما انت كده واقفه في المطبخ تذكري الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كده كنت حاطه الميه على البوتاجاز، على ما قطعتها الميه غلت. انا ضفت لها ملح بس، ما ضفتش حاجه تانية في الميه غير الملح، وحطها على العين الكبيره اهو. سقطها معاكم، وانا لقيتهم زي كتار على الحل، رحت شايله ورقتين. بس هو بيبهاش في الاول، بس حته ما بيشم الميه بيدبل وبينزل لتحت بيهدى اهو. حاجه ما الميه حصلته خلاص بيطرى. مغطيها شويه وبقلبهم بقى، وابتدي اطلع اللي من تحت، اللي هو جاي كان في الميه من تحت، هو اللي اقلبه واجيبه من فوق. بس كانت ورقتها حلوه والله، ما كانش فيها حاجه خالص، ولا ضلع ولا قطعت ورقه حتى. متنسوش اللايك والاشتراك. اه بطلعه معاكم، بس ما تهرش عشان يتحمل السوا مع الرز تاني. انا حاطه صينيه، مصفى في الصينيه على الناحيه التانية كده وبطلع فيها. هو بياخد غلوتين ثلاثه مش كتير يعني، بياخد حوالي دقيقتين. يعني انت لازم تطلعيه يكون، ما تكونش الورقه لما تمسكيها تبقى مهريه. لو اتهرت هيتهرم منك، لان هو اساسا لما بيطلع سخن بيستوي شويه عن ما هو طالع. طول ما هو سخن بيكمل سوا. صلوا على النبي، الف صلاه وسلام عليك يا رسول الله. طول ما انت واقفه تعملي في الاكل كده تسبحي، تذكري الله، لان الذكر على الاكل حلو.
تذكروا الله، تقولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طول ما انت واقفة، اولا بيهون عليك الوقت في وقفة المطبخ، وثانيا هيدي نفس حلو للاكل الذكر. شايفة الورق المية زي الفل شفافة. وهنا انا غسلت الرز وحطيته في الحلة اللي كنت سلقها في الكرنب، عشان تبقى واسعة شوية عن الحلة اللي انا عملت فيها التسبيكة. ودي الخضرة، الخضرة زي ما انت عايزة. انا حطيت تشكيلة. اولا الحزمة اصلا بقت قليلة، فانا حاطة حوالي 5 حزم. وده الملح اللي يحيج الرز، ملح يحيج الرز. والصلصة حاطة لها الملح بتاعها. وكل البهارات اللي انت تحطيها على المحشي بتحطيها على الصلصة. دي الصلصة. خليت شوية وهقلب وهشوف هيعوز ولا لا. انا كده بقى ولحت النار هادية على الرز شوية، عشان لما اقلب يتشرب مع السخونة الرز يشرب التسبيكة. ده معلقة صغيرة سمان، وده معلقة صغيرة نعناع ناشف هركتها وحطيتها. دول الوحيدين اللي ما كنتش حطاهم مع الصلصة. معلقة صغيرة سمان ومعلقة صغيرة نعناع ناشف. بس النعناع ببقى حاطاه في البرطمان خنش شوية، فانا هركته عليه ده شوية عشان ينعم. حطيت بقية الصلصة. وانا كنت حاطه 4 كوبايات رز، حطيت لكل كوبايه رز معلقه ملح صغيره مش مليان، يمكن معلقه الشاي. وهنحشيه. انا عن نفسي بحشيه على ايدي كده جوه الحله، ما بحشيش على الطبليه او على الترابيزه. لا، انا بحط الورقه في ايدي واحط فيها الرز والفها. ده بالنسبه لي اسرع. بص، لقيت الورقه طويله شويه فقصيت منها حته. والصلصه انا كنت عاملاها معاكم، بس ما طلعش في التصوير، ما اعرفش ليه. انا كنت عامله بصلتين كبار كبار قوي، يعني حلوين، يجي لهم بتاع يعني يزيدوا عن ربع كيلو بصل. وكنت عامله كيلو قوطه. وكنت ضاربه مع الطماطم في الخلاط، قرن فلفل حامي وقرن رومي. والحامي ده اختياري، بس هو الفلفل بيطعم التسبيكه. وحطيت عليها فلفل اسمر و7 بهارات وملح وكمون. وكده خلصت المحشي معاكم. دي سمنه، دي بحط عليها على الوش معلقتين سمنه. يا دي سمنه بلدي، عايزه تحط زبده حط، عايزه تحط زيت حته، بس هو السمنه البلدي بتديله ريحه حلوه وطعم حلو مع السوا. وانا الشوربه حاطه محيجاها، مش هحط ملح على المحشي. حاطه فيها مرق الدجاج، وحاطه فيها ملح وفلفل، وحاطه فيها شويه شطه صغيرين. الشطه اختياري، ممكن ما تحطش شطه. انا هنا كده ولعت النار على المحشي، وهكب بالكبشه الشوربه.
اللي مخليها حمرا كده الشطة، عشان حطيت الشطة على الشوربة نفسها. بالراحة كده بس عشان من المحشي ما يت... ما يتعملش منك، وبتهزيها بايدك كده بس عشان الشوربة تنزل تحت في الحلة كلها حوالين المحشي. بتغطيها زي ما تكون هتسوي رز بالظبط، نفس تسوية تغطية الرز. كانت سخنت من الشوربة وهي عشان النار ولا عليها، فمسكتها بالفوطة هزتها هزتين كده. نحط عليها طبق صيني بس عشان المحشي ما يجبش منك لفوق، فدي اسلم طريقة يعني للمحشي يفضل ما يترفعش لفوق كده، وانت تقول ما فيهوش ميه او ما فيهوش شوربه. وبغطيها وبسيبه على النار لحد ما تشرب ميته، وبعدين اوطي عليه. وهو كده استوى معانا، هو بياخد له ساعه الا ربع. بالصباع وهخلفه معاكم. هو والله سخن، بس انا ايدي متعوده على الحاجه السخنه فماسكاه بصباعي عادي. ده هو على الحله على النار مكان ما نقلتهاش. وكده هنعمل معاكم الفراخ. اعمل معاكم فراخ مشويه في الفرن. دي البهارات بتاعتها: بصلايه متقطعه، وقرن فلفل رومي، وعصير ليمونتين، واربع وقطايه ونص، اربع تربع ست تربع هم. وده البهارات: ملح، وبهارات فراخ، وتوم بودرة، وبصل بودرة، وكمون، وزعتر، وريحان، وفلفل اسمر، وبابريكا، وسبع بهارات. دي التوابل بتاعت الفراخ. وهنا عصير ليمون، وربع كوباية زيت، وربع كوباية دبس رمان. ما عندكيش دبس رمان حط معلقتين سكر او معلقتين عسل. دبس الرمان بيسد مكان السكر. وضربتهم في الخلاط وحطيتها على الفراخ انا مشرحاها شرايح كده بس عشان التتبيله تخش جواها. والفراخ انا تبلتها وحطيتها في التلاجة قعدت يجي ساعتين، وبعد كده دخلتها الفرن. هو انا كده كنت عاملاها معاكم من الصبح، يعني كده عاملاها انا من الصبح، من قبل ما اعملها في الفرن بحبه كبيره، وبحطها في الفرن في التلاجة وبسيبها لحد ما يجي ميعاد تسويتها. هنضف الطبق معاكم بس عشان ما احطها في التلاجة ما يلوثش حاجه. وغطيتها بالحله. بعد ساعتين انا طلعتها وحطيتها في الصينيه. انا مش هاتن الصينيه حاجه، لان الصينيه الفراخ التتبيله نحط عليها زيت. وهدخلها الفرن معاكم وتستوي واطلعها لكم. كده حطيت لها ورق زبده، وبعدين ورقه فويل، ودخلت الفرن. ما سويتهاش على البوتاجاز من فوق، ما سخنتهاش حتى، حطيتها في الفرن على طول. خدت حوالي ساعه وربع، لانها الفراخ متقطعه. وكده طلعت معاكم بالهنا والشفا.